ازيكم عاملين ايه؟ المرة دي وصفتنا وصفة حلويات بسيطة جدا، سهلة وسريعة في 10 دقايق بس كده. ومكونين 2 بس، وهنعملها بشكل مميز وطعم لذيذ قوي. ولو عندكم اطفال هيتبسطوا بيها جدا. وانا شايفة ان هي شبه النوجة كده، او تعتبر بديل للنوجة. بص شكلها من جوه بتطلع جميلة قوي، في طعمها يعني جميل قوي بجد. يعني لو جربتوها ان شاء الله هتعجبكم. ولو اول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه في بوله كده هجيب كوبايه الحجم ده، وحملاها فول سوداني متقشر، وهستخدم كوبايتين. دي تاني كوبايه. بعد كده هجيب معلقه كبيره من الشوكولاته القابله للدهن، وهبدا اقلبها مع الفول السوداني كده. بس يا ريت تقلبه بمعلقه العاديه اللي بناكل بيها دي. تمام، بلاش السباتشولا لان السباتشولا بتلزق خالص. فعشان كده انا استخدمت المعلقه العاديه اللي بناكل بيها دي، اللي هي اللي انا شغاله بيها دلوقتي. وهنزل بمعلقه تانية من الشوكولاته القابله للدهن، وابدا اقلب اهو. الخليط بدأ يتماسك شوية، بس لسه في سوداني مش واصل له شوكولاتة، فهضيف معلقة تالتة. احنا مش هنكتر عن 4 معالق ان شاء الله، بس لازم السوداني كله يكون الشوكولاتة حواليه ومغطياه، عشان ما يبقاش السوداني بيقع مننا واحنا بناكل. عشاق الفول السوداني طبعا هيتبسطوا جدا بالوصفة دي، وسكرها مش اوفر خالص، ما تقلقوش. جميلة جدا بجد، يعني هو ميكس الشوكولاتة مع السوداني بيبقى خطير يعني. تمام، بعد كده هضيف بقى المعلقة الرابعة من الشوكولاتة القابلة للدهن. مش هكتر، هي معلقة بسيطة أخيرة كده، عشان بس في شوية فول سوداني لسه ما وصلهمش الشوكولاتة. بس كده، والخليط اهو بدأ يتماسك حلو خالص. هجيب بقى بعد كده القوالب الكب كيكس بتاعتي. انا حسيت ان هي دي افضل حاجة اشكل فيها الخليط، ولكن انتوا ممكن تستخدموا ورق زبدة، تستخدموا اكياس مطبخ مثلا، والومنيوم فويل، وتشكلوها كده على شكل اللانشون وتقطعوها مثلا دواير كده. بس المهم انك تضغطوا عليها ضغطة كويسة خالص يعني. دي اهم حاجة، سواء في قوالب الكب كيكس او في الاكياس او الورق الزبدة او الفويل يعني. تضغطوا عليها كويس خالص، عشان الخليط ما يبقاش يعني ما يطلع شكل واحد. فاهمين قصدي؟ لازم نضغط كويس خالص. انا بس مسرعه الفيديو، بس انا بضغط عليها كويس خالص. بعد ما اخلص كده هدخلها الفريزر، بس اغطيها الاول بفويل او ستريتش او اي حاجه، عشان ما تلقطش ريحه من التلاجة او الفريزر، لان الحلويات حساسه جدا للروايح. وهدخلها الفريزر لمده ساعه، وبعد كده انزلها التلاجة بقى وناكل فيها براحتنا بالف هنا. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، وشكرا جدا لمشاهدتكم ومتابعتكم.